الطعمية أو الفلافل في الخلاط، ولا بقى في مفرمة هتفرميها ولا في كبة هتطحنيها. هنجيب بس الخلاط وحرفيا يا جماعة في دقايق هتخلصيها. وهقولك بقى كمان ازاي الطعمية تطلع معاكي مش زي بتاعت بره، لا أحسن بكتير جدا من اللي احنا بنشتريها. وكمان هتعمليها بأقل من ربع تكلفتها، حاجة يعني كده اقتصادية زي ما بيقولوا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي، بس يا ريت في الأول كده ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم. في الأول بقى معانا كيلو من الفول المدشوش، هننقعه لمدة يوم كامل، وبين كل فترة والتانية لازم نغير عليه المية بتاعته، لأن بصراحة الفول بيعمل ريحة يعني مش لطيفة. هننقعه لمدة يوم كامل عشان احنا هنضربه في الخلاط، بس لو هتضربيه في الكبة كفاية ليلة، يعني حوالي مثلا 10 ساعات. طبعا تاني يوم على طول. طبعا كنت مغيره عليه الميه كذا مره، اخدت برضو الميه دي غيرتها وغسلت الفول بقى غسله كده كويسه، عشان زي ما قلت لكم البقوليات بتعمل ريحه مش لطيفه. وبعد بقى ما غسلناه وصفيناه كويس، هناخد بقى الفول ده وهنحطه كده بقى في حله كبيره. وتعالوا نشوف شويه اضافات هنضيفها عليه. جبت كده في الاول ربطه من الكرات، وده طبعا بيتباع في اي محل خضار، متوفر يعني متوفر جدا يعني عندنا. ولو مش متوفر في المنطقه اللي انت فيها تقدري تجيبي بصل اخضر، ولو مش متوفر خالص تقدري تستغني عنه. بس حقيقي هو ده اللي بيدي للطعميه النكهه اللي احنا بنشتريها من بره. وكمان نص ربطه من البقدونس ونص ربطه من الكزبره. ما ينفعش نضيف خالص شبت، لان الشبت بيخلي عجينه الطعميه تسود معانا. وضفت كمان كده زي بصله صغيره مقطعينها باي شكل عشوائي. وكمان معلقه صغيره من خلطه الثوم. ده يا جماعه مش توم كان ابيض عندي وبقى اصفر، لا دي خلطه انا بعملها بحطها في الحاجات اللي زي دي. تمام. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. وتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه في الخلاط. طبعا بقى هنجيب الخلاط بتاعنا وهنحط فيه كوبايه من الميه. وكوبايه الميه هنا مش كتير خالص، هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. وهنحط كده زي كبشتين 3 كده من خلطه الفول، وما تكتريش، وهنشغل الخلاط. بس هنا كل شويه كده بنحرك المعلقه علشان اي فول يعني موجود فوق ينزل لتحت. وزي ما انتم شايفين كل شويه بنضيف كده زي معلقه كبيره من خلطه الفول على بقيه المكونات، لحد ما نحس ان خلاص الخلاط ما عادش هيضرب يعني الكميه كلها، بنوقف كده عن الضرب. وكمان لازم بين كل فتره والتانيه نوقف الخلاط علشان ما يبصي معانا. طبعا هنجيب بقى مصفى يكون فتحتها ضيقه جدا. هنحط بقى العجينه دي وهنصفيها كويس جدا من كل السوائل اللي موجوده فيها. خدوا بالكم بقى السوائل اللي نازله من العجينه دي مش هنرميها، دي اللي هنستخدمها في المره التانيه في الضرب. يعني بصوا كميه السوائل اللي نازله من العجينه دي هنرجعها تاني الخلاط. وهنحط كمان كده كبشتين كبار يعني من الخلطة بتاعة الفول. وبنرجع نكرر نفس العملية مرة تانية. بس هنا لو حسيتي ان العجينة ما بتتضربش معاكي كويس تقدري تضيفي ربع كوباية من المية. طبعا احنا هنا بنصفيها في الاخر كويس جدا، فمش بنقلق قوي من خطوة المية، لان زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي هنصفيها كويس. طبعا زي ما انتم شايفين بنصفيها، ودي اللي احنا ضربناها في الخلاط. طب احنا عندنا كبه يا موليلي ومش عايزين نضرب في الخلاط، احنا ازاي نعملها في الكبه؟ هعملها لكم برضو في الكبه. فجبت الكبه، بس هنا بقى الكبه حطيت فيها نص كوبايه من الميه. وضفت كده حوالي كبشتين برضو كبار من خلطه الفول. وبدات بقى اضرب كده في الكبه. بس في الكبه بقى لازم كل شويه نفصل الكبه وننزل الخلطه بتاعه الفول بالمعلقه، وبنرجع نشغلها مره تانية. وطبعا بين كل مره والتانية بنضيف كده زي معلقه كبيره من خلطه الفول، وبنقلبها لحد ما بنحس ان هي خلاص اختلطت معايا تماما. انا بالنسبه لي العجينه في الخلاط اسهل بكتير من الكبه. يعني يا دوبك بحطها في الخلاط تتضرب كده ضربتين ثلاثه وبتبقى زي الفل. اما بقى الكبه بالنسبه لي صعب، يعني بتبقى مجهده شويه، كل شويه نشغل ونوقف، كل شويه نشغل ونوقف. فبحس ان هي يعني بتاخد وقت اكتر من الخلاط. فانا بالنسبه لي بفضل الخلاط كتير عن الكبه. طبعا لازم برضو اللي احنا حطيناها في الكبه لازم نصفيها كويس جدا. وهنا خلصت كل كميه الفول معانا. طبعا بقى هنا اهم حاجه لازم نصفي الحاجات دي كويس، او نصفي العجينه كويس. ولضمان ان احنا نضمن ان كل السوائل اللي فيها نزلت معانا، هنحط لها برضو هي في المصفى الملح بتاعها. فالكميه دي حطيت عليها حوالي 3 معالق صغيرين مليانين على الاخر من الملح. وقلبتهم شويه مع بعض، وهسيبهم كده لمده حوالي 5 دقايق.
بحيث ان احنا نضمن ان العجينة نزلت كل السوائل وكل المية اللي موجودة فيها. بعد حوالي 5 دقايق هندي كده للعجينة تقليبة زي ما انتوا شايفين، وهنلاقي هنا ان خلاص العجينة ما عادش فيها اي سوائل نهائي، خلاص هي كده خلاص بقت مظبوطة معانا. هناخد بقى العجينة كده من مصفى وهحطها كده في حلة. وهنا طبعا انا خلطت اللي كنت ضربها في الخلاط مع الكبة، وهضيف عليهم بقى دلوقتي 3 معالق صغيرين من الكمون و3 معالق صغيرين من الكزبرة الناشفة. طيب حد يقول لي هو ينفع ان احنا نحط التوابل قبل ما ندخلها الفريزر كده هتغمق معانا؟ لا خالص، انا بعملها على طول وبتطلع زي الفل. تمام. انا هنا حطيت كده بقيه التوابل اللي انا قلت لكم عليها، وهقلبهم بقى كويس مع بعض. ولو وصلت معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت بس لو ننزل تحت في الكومنتات وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد، وكمان محتاجين ان شاء الله الايام الجايه الفيديوهات تكون صامت ولا بتسجيل صوتي. طبعا رايكم يهمني جدا، فعلشان كده سيبوا لي ارائكم تحت في الكومنتات. عايزين بقى طبعا الكميه دي كلها هنخزنها ونحطها في الفريزر، فجبت اكياس تلاجة حطيت فيها الكميه اللي انا هعرف استخدمها. وطبعا زي ما انتم شايفين انا بحب اخزن او بحب يعني افرد الكيس زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان هو ما ياخدش مساحه معايا لما ندخله الفريزر. طبعا ما شاء الله انا هنا عملت كده حوالي 8 اكياس، وكمان زي ما انتم شايفين عملت كده طبق كبير حطيت فيه كميه من العجينه كتيره يعني هنستخدمه دلوقتي مع بعض. وطبعا انت بتدخلي الاكياس الفريزر وقت الاستخدام بتطلعي الكيس تسيبيه يفك شويه، وبعد كده لازم تديله تقليبه حلوه قوي قوي علشان اما تيجي يعني تقلي الطعميه ما تبقاش مكتومه معاكي. هنا طبعا العجينه حطيت عليها رشه صغيره من البيكنج باودر، وتقدري تستخدمي بيكربوناته لو موجود عندك، وهتقلبيهم مع بعض. وهنضيف بقى كمان شويه من السمسم وشويه من الكزبره، ويا سلام بقى كده لو ضفت شويه من او رشه صغيره كده من الشطه البودره بتودي الطعم في حته تانية خالص. تعالوا بقى كده اقول لكم هنشكل ازاي. عندي بقى المكبس بتاع الطعميه ده شارياه من على امازون، اللي هو كان سوق كم قبل كده، متوفر طبعا. فباخد المكبس كده احطه في الاول في شويه من الميه، يعني يا دوبك بس بحطه كده في الميه، وبعد كده احط معلقه من العجينه واحطها في شويه من السمسم وانزلها على زيت يكون مش سخن قوي، لان احنا بعد ما بنحط العجينه كلها بنخلي الحراره عاليه وبتحمر معانا الطعميه. بصوا احنا بناخد المكبس نحطه في الميه. طب ليه بنحطه في الميه؟ علشان العجينه تنزل معايا بسهوله ما تلزقش في المكبس بتاع الطعميه. طبعا ما شاء الله هنا اول لما حطيت كل العجينه او كل قراص الطعميه عليت بقى النار علشان الطعميه تتحمر معانا كده وتجينا باللون الجميل اللي احنا بنشتريه من بره. بصوا بقى مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي ولا طعمها. بصوا مش مكتومه خالص. وكمان هفتحها دلوقتي معاكم اوريكم، بس اسمعوا الاول. بصوا مقرمشه جدا ازاي. وعايزه اقول لكم بقى طبعا مش معجنه معانا خالص، وهوريها لكم حالا. وعايزه بقى اسالكم بقى بصراحه برايكم الوصفه دي تستحق كام على 10؟ سيبوا لي تحت ارائكم في الكومنتات. وتعالوا بقى كده نستمتع بشكل الطعميه من جوه ونشوفها قد ايه هي جميله. بصوا معايا كده تحفه، مش معجنه خالص، واحلى بجد بجد مليون مره من اللي احنا بنشتريها من بره. وهنا بقى عايزه اقول لك لو انت رحتي مثلا محل الطعميه وقلت لهم انا عايزه ب 10 جنيه طعميه، اقل واجب كده هيدوكي 5 طعميات ويقول لك خلاص كده ال 10 جنيه. ولو عملوا بقى معاكي الواجب هيدوكي 6 او 7. بس شفتي ما شاء الله الكميه طالعه معانا عامله ازاي، كميه وفيره وحلوه جدا. وكفايه بقى ان هي معموله بنظافه وريحه البيت بتاعتك. اظن بقى عجبكم المنظر، يبقى يا ريت ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم. وكمان يلا قدموها بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم